طبعا يا رجاله، ده كل الفيديو اتكلمت عن ميعاد التقديم لو انا خريج 2023، وميعاد التقديم لو انا خريج 2024. واتكلمت عن لو انا معايا ماده اقدر امتحن الاختبارات، او اقدر ان انا اقدم لو انا خريج جامعه. طيب، واتكلمت عن التخصصات المطلوبه للذكور والاناث لاكاديميه الشرطه. تمام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، على أحلى أخوات في الدنيا. يا رب تكونوا بخير دايما يا رب. ويا رب أشوفكم كده من المقبولين في الكليات العسكرية، شرطة وحربية بإذن الله. ويا رب كل نفس في حاجة حقيقة إن شاء الله. طب إيه، مش هنوصل 10000 مشترك إحنا ولا إيه بالظبط؟ المفروض نوصل 10000 مشترك. يلا مع بعضنا كده. لو أنت مش مشترك في القناة، اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واعمل لايك للفيديو عشان يوصل لناس كتير. بالنسبة للإعلان بتاع النهاردة اللي نزل الخاص بكلية الشرطة، بص يا حبيبي، انا هشرح لك تفاصيل الاعلان ده بكل شيء دلوقتي. تمام. واقول لك امتى تقدم لو انت خريج جامعه 2023، وامتى هتقدم لو انت خريج جامعه 2024. تمام. طب لو انت معاك ماده دور تاني، خريج جامعه بس معاك ماده دور تاني، هقدم ازاي؟ طب انا هقدم ازاي وانا مش معايا شهاده التخرج بتاعتي؟ تمام. طيب، ده بالنسبه للجامعات. طب انا التخصص بتاعي موجود ولا مش موجود؟ هل التخصص ده بيشمل ذكور واناث ولا ذكور بس؟ فانا في الفيديو بتاع النهارده هشرح لك فيه كل التفاصيل الخاصه بالاعلان بتاع النهارده. الفيديو هيكون طويل شويه، ولكن طبعا الفيديو مهم جدا 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 لاغلبيه الناس. تمام. بالنسبه لثانويه عامه، تمام، ده طبعا هتكلم فيديو لحاله طبعا، عشان بس الناس ما نلخبطش الدنيا مع بعض، بحيث برضو ده يكون فيديو منسق كده لحاله، وده طبعا فيديو لحاله بتاع ثانويه عامه. فانا هتكلم عن متخصصين والتخصصات المطلوبه ايه لو انت هتقدم شرطه، سواء ولد او بنت. طب ولو انا مش معايا كده، لو انا مش معايا شهاده التخرج هقدم ازاي؟ لو خريج 2023 هقدم ازاي؟ كل حاجه انا هشرحها في الفيديو دلوقتي. تمام يا رجاله. الاول هبدا لكم بالتخصصات، تابعوا معايا الفيديو للاخر عشان تستفادوا. لكم تاني احلى اخوات في الدنيا. هتكلم دلوقتي عن الطب البشري. الطب البشري بتاخد دكتوراه ماجستير، دكتوراه وماجستير. الحاجات ديت يا جماعه او التخصصات دي ذكور واناث، اللي هي بقى الرعايات المركزه والاشعه والاطفال وامراض الدم، انف واذن اورام. الحاجات دي كلها يا رجاله اللي هي موجوده قدامكم ديت بتاخد ذكور واناث. خلوا بالكم ذكور واناث، انا مش عايز اطول عليكم في الفيديو، ولكن الحاجات اللي انتوا شايفينها دي بتاخد ذكور واناث. تمام يا رجاله؟ تمام. طيب، الحاجات التانية دي الطب البشري الدكتوراه ماجستير برضو، بس حديث التخرج هنا مكتوب ايه؟ حديث التخرج. لو انت حديث التخرج هتقدم عادي. تمام. جراحة أطفال، جراحة أورام، جراحة عامة، جراحة عظام، جراحة قلب وأوعية دموية، جراحة قلب وصدر، جراحة مخ وأعصاب، رعاية قلب سي سي يو، رعاية قلب أي سي يو. الحاجات دي ذكور بس رجالة، دي ذكور بس. تمام. طيب، علاج طبيعي. الحاجات ديت بتاخد دكتوراه وماجستير وبكالوريوس، اللي هو ايه بقى؟ علاج طبيعي بيحتاج ذكور وإناث. طيب لو انا خريج طب اسنان، دكتوراه او ماجستير او بكالوريوس، هتقدم برضه لو انت ولد، لو انت ولد او انت بنت، سوري. صيدله بكالوريوس بس، ذكور واناث. كده صيدله مش ليك تقديم لو دكتوراه وماجستير. صيدله اكلينيكيه، دي دكتوراه وماجستير وبكالوريوس، دي ذكور بس. طيب لو طب بيطري، بيطري بكالوريوس بس، دي ذكور. تمريض بكالوريوس، ذكور واناث. تمام يا رجاله؟ طيب، الهندسة احنا عندنا هندسة نظام 5 سنوات بكالوريوس، هنا خريج بكالوريوس. تمام. طب ايه التخصص؟ عندك حاسبات، اتصالات والكترونيات، ميكانيكا قوة، كهرباء قوة، وميكانيكا سيارات، وميكانيكا انتاج، وطبية، طرق، مدني، عمارة. دي كلها ذكور بس رجالة. تمام. طيب لو انا حاسبات ومعلومات او ذكاء اصطناعي، دي بكالوريوس بس يا رجاله، دي بكالوريوس. دي بتقبل ذكور بس، يعني الاناث ملهاش تقديم. السؤال ده بتسأل كتير، حاسبات ومعلومات ليه تقديم كبنت؟ لا ملكش تقديم. طيب، فنون تطبيقية، عندك التخصص تصوير فوتوغرافيا أو فيديو أساس وتصميم داخلي، جرافيك، إعلان، طباعة. الطباعة والنشر والتغليف دي كلها ذكور بس يا رجالة. التخصصات بتاعة فنون تطبيقية كلها ذكور، لو انت التخصص موجود هتقدم عادي. طيب التجارة، التجارة محاسبة، دي ذكور بس يا رجالة. التجارة محاسبة ذكور بس. طيب سياحة وفنادق، تخصص إدارة فنادق، ذكور بس. طيب لو قلنا كلية علوم، علوم عندك انت التخصصات دي كيمياء وفيزياء وكيمياء حيوية وفيزياء حيوية وميكروبيولوجي، دي ذكور وإناث. طب لو علوم ذكور وإناث، التخصصات الأربعة دول موجودين، أو الخمسة هم المتاحين للذكور والإناث. طيب لو قلنا زراعة، آداب، اقتصاد، علوم سياسية، إعلام، خدمة اجتماعية، ألسن وآداب، لغات وترجمة، دي كلها بكالوريوس أو ليسانس. طيب لو زراعة، عندك زراعة تخصصات الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق، الإنتاج الحيواني، الفاكهة، الخضر. تمام. الحاجات دي كلها رجالة، دي ذكور، دي ذكور. تمام. طيب، آداب، عندك آداب نوعين، اجتماع، علم نفس، وجغرافيا. التلات تخصصات دول يا رجالة ذكور إناث لاجتماع وعلم نفس. تمام. ذكور جغرافيا بس. ماشي يا رجالة؟ طيب، اقتصاد وعلوم سياسية، اقتصاد وعلوم سياسية رجالة، قسم علوم سياسة،
علوم سياسية وإحصاء دي ذكور. تمام يا رجالة، علوم سياسية وإحصاء ذكور. طيب لو قلنا إعلام، إعلام بتاخد علاقات عامة وإعلان دي إناث. ماشي. خدمة اجتماعية بتاخد إناث بس، خدمة اجتماعية بتاخد إناث بس. السؤال ده بيسأل كتير. طيب لو أنا خريجة ألسن، بص يا حبيبي، ألسن أو آداب أي حاجة فيهم، قسم روسي بتاخد ذكور وإناث، ألماني ذكور وإناث، إنجليزي فرنسي صيني إيطالي تركي أسباني إناث بس يا رجالة. تمام، دي إناث بس. طيب بص يا حبيبي، هنا هتكلم عن الاختبارات بتاعتك. الاختبارات بتاعتك، اول حاجه القدرات لقياس المستوى الثقافي للطالب. ماشي. المقاس، الطول والوزن. المقاس ده اللي هو ايه؟ الحاصلين على الثانويه العامه 170 سنتي، خارج الجامعات 165 سنتي للطلبه و160 سنتي للطالبات. تمام، يعني الولاد 165 الطول و160 للطالبات. طيب القوام اللي هو تناسق الطول مع الوزن، اقصى وزن يساوي طول ناقص 90. يعني انت وزنك 100، تمام، لازم يكون طولك لو انت طولك 100 يبقى وزنك مثلا يعني 90. طيب الطبي، الطبي اللي هو ايش؟ المسوى الامامي اللجنه الطبيه للتاكد من الصفه. ماشي، الطبي انت طبعا عارفينه، والنفسي كله سهل. انا ده كله هتكلم عنه في فيديو لحاله ان شاء الله. تمام. بص يا حبيبي، هنا المواعيد، مواعيد واجراءات تقديم الطلبات الالتحاق. اول حاجه عندك الحاصلون على شهاده اتمام الدراسه الثانويه العامه او ما يعادلها، او شهاده اتمام الدراسه الثانويه الازهريه، الشهاده الثانويه من الخارج، الدبلومات الاجنبيه، مدارس. بص هنا بقول لك ايه، ركز يا رجاله، ركزوا شويه. هنا خريجي 23 2023 2023 يا رجاله، الحاصلين على شهاده اتمام الدراسه الثانويه العامه، يبقى هنا ثانويه عامه او الليسانس في الحقوق ذكور واناث. تمام، خريجي 23، او المؤهلات الجامعيه اللي هي باقي التخصصات، خريجي 23. امتى ميعاد التقديم؟ يوم الاحد الموافق 21/7 وهينتهي 15/8. تمام يا رجاله، دي المواعيد لو انت خريج ثانويه عامه 2023، او خريج 2000، او خريج كليه خريج 2023 برضو. تمام يا رجاله. طيب دلوقتي هتكلم عن خريج 2024. تمام، الحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادل 2024، أو الحصول على شهادة الثانوية من الخارج. تمام، دول يا جماعة أول التقديم بتاعهم يوم 1/8 إن شاء الله. ده للثانوية العامة، خريج 2024 1/8 هينتهي 29/8. طيب لو أنا خريج الليسانس 2024 أو بكالوريوس خريج 2024، هعمل إيه؟ التقديم بتاعك إن شاء الله يوم 1/8 برضو حتى يوم الخميس الموافق 12/9. تمام يا رجالة. ده ما يخص الاعلان بتاع متخصصين شرطه. طيب هتكلم عن حاجه مهمه جدا جدا جدا، واللي هي انا اتكلمت عليها اصلا، اللي هي انا اقدر اقدم وانا مش معايا شهاده ثانويه، او مش معايا شهاده الكليه، سوري، شهاده الكليه. بص يا حبيبي، بالنسبه لطلبه الدور الثاني يسمح لهم بالاستمرار في اجراءات التقدم لكليه الشرطه باختبارات القدرات والمقاس والقوام والطبي. يعني انت معاك 3 اختبارات يا حبيبي، بعد الطبي لازم يكون موجود معاك شهاده التخرج بتاعتك. تمام يا رجاله. طيب وتستكمل إجراءات القبول عقب اجتيازهم اختبار الدور الثاني في الثانوية العامة والتحقق من حصولهم على النسبة المئوية المقررة. تمام يا رجالة. تمام، يبقى انت عندك كده لازم يكون معاك شهادة الثانوية العامة. تمام، ولازم يكون معاك شهادة التخرج. شهادة التخرج تقدر تقدم عادي لو انت معاك دور تاني ان شاء الله. واتكلمت في الفيديو بتاع النهارده يا رجالة عن اول حاجة، اتكلمت عن التخصصات المطلوبة لكلية الشرطة، واتكلمت برضو عن ال واتكلمت عن يا ربي ميعاد التقديم سواء شرطة ثانوية عامة 2023 أو 2024. ماشي. واتكلمت عن ان انا هل لو انا معايا مادة اقدر اقدم ولا مش هقدر اقدم في كلية الشرطة. وما تنسوش طبعا ان كده كده الشرطة موجودة. ماشي. هتكلم دلوقتي عن الشروط العامة للحاصلين على المؤهلات الجامعية. ماشي. اول حاجة، ذات الشروط السابقة عدا شرط الا يكون متزوجا او سبق له الزواج بالاضافة الى ما يلي. بص يا حبيبي، عندك انت بالنسبه للحاصلين على شهاده الليسانس في الحقوق ذكور واناث. تمام، عندك انت هنا السن بتاعك الا يزيد السن في اول اكتوبر عن 28 سنه، الا يقل الطول عن 165 سم للذكور و160 سم للاناث. تمام، ان يكون مستوفين للياقه البدنيه، طبعا عارفين انتوا الحاجات دي كلها. ان يجتاز بنجاح الكشوفات والاختبارات التي يحددها مجلس اداره الاكاديميه. الحاجات دي كلها سهله يا رجاله، ما تقلقش من اي حاجه. لو في عندك اي مشكله، عندك اي سؤال، كلمني على طول وانا تحت امرك في اي وقت. تمام يا رجاله. عن ميعاد التقديم لو انا خريج 2023، وميعاد التقديم لو انا خريج 2024. واتكلمت عن لو انا معايا ماده اقدر امتحن الاختبارات، او اقدر ان انا اقدم لو انا خريج جامعه. طيب واتكلمت عن التخصصات المطلوبه للذكور والاناث لاكاديميه الشرطه. تمام، هل اقدر اقدم ولا مش هقدر اقدم. تمام، ده كله انا اتكلمت فيه في الفيديو بتاع النهارده.
فلو انت عندك اي سؤال، عندك اي استفسار، سيبوني في الكومنت وانا تحت امرك في اي وقت. وابعت لي، وانا بسيب رقم الواتس اصلا في البايو موجود، لو في اي حاجه معاك كلمني في اي وقت. تمام يا رجاله. طبعا ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه عشان يوصل للناس كتير، وعشان برضه تدعمني. تحياتي ليكم، طارق الفادي.